قبل الثوره على فكره. نروح نشوف ونرجع لكم تاني. بعد ما خلصوا تقفيل وتزوير خلاص هو نجح، عندهم شويه ورق زياده بقى بيشوفوا في الشوارع. مش دي يا فندم لجنه 46 اللي انا عليها، اللي انا قلت لرئيس اللجنه العليا سيد عبد العزيز انها تتقفل وحط فيها قضاء. لجنه 46 هي اتنين اهو يا فندم معلمين على الرئيس في الشوارع. وهي يا فندم دي الاف انا جايب لحضرتك نماذج. دي لجنه اخرى، لجنه كام دي؟ 54 برضه هي يا فندم بقى مدخله البركه وخلاص استوفوا. وادي لجنه اخرى لحد دلوقتي معاه ورق ده جاي في الفيلم دلوقتي. اتفضل يا فندم. وادي لجنه اخرى برضه يا فندم. دي فاضيه كانوا لسه هيقفلوها. ودي فاضيه يا فندم اهي مختومه بتاعتها. هو دي انتخابات؟ دي مهزله والله العظيم، دي مسخره. كنت بتطالب بعد الانتخابات 2010 دي في اخر يناير اخر ديسمبر تقريبا قبل الثوره بايام. انا وقفت امام محكمه القضاء الاداري واترفعت ساعه زي ما قلت دي مسخره ومهزله، ودي ما كانتش انتخابات، لانه احمد عز زور من الجلده للجلده. وقلت هذا النظام الفاسد الظالم قبل 25 يناير. خلي بالك. وبعد ما اتكلمت واترفعت وهديت حيل النظام وانتقدته، وزي ما انت سامع طبعا مسخره ومهزله، وقلت كسر ورادة الناس. دخل ورايا الاستاذ صبحي صالح اخوان، ودخل ورايا الاستاذ احمد مبارك اخوان، وانضموا لي. لان في الوقت ده اللي كان بيقول كلمه حق في الزمن ده كان على طول بيخاف. طيب بص، انا حضروا لي كلمه مستشار مرتضى منصور في برنامج 48 ساعه مع الاستاذ سيد علي 17/12 في برنامج 48 ساعه. ده كلام 17/12 قبل الثوره برضو بشهر اقل. لا شهر الا شهر واسبوع. 17/12 شهر واسبوع تقريبا. لا مش 25 يناير. 25 صح شهر واسبوع. صح انا اسف شهر واسبوع. هنشوف سياده المستشار قال ايه قبل الثوره بشهر واسبوع، ونرجع لكم تاني مع الاستاذ سيد علي. يا عز يا احمد اهو، يا احمد اهو، اوعى تقول لي عضلات ومهندس الانتخابات، دي بلطجه. بلطجه، ربنا مش هيسيبك. وخلي بالك انا دعوتي من لربنا على طول. انا الراجل الطاهر الجميل الحمد لله، والله العظيم اقسم بالله العظيم فيها شيء لله، وبحذرك من غضبه ربنا. ناس كانت هتموت يا احمد، ناس هتموت. ولعوا في اللي جات. سبحان الله. يعني سياده المستشار بيقول لا احمد عز ملك الحديد قبل الثوره بشهر واسبوع بحذرك من غضبه ربنا، وانا فيها شيء لله. شوف دي كان ده 17/12 في قناه المحور مع الاستاذ سيد علي قبل 25 يناير بشهر واسبوع. وقلت لاحمد عز وصفوت شريف انتوا زورتوا وكسرتوا اراده الناس وخافوا من ربنا زي ما انت شفت كده. ده رايي قلته في عز جبروت النظام. لكن دلوقتي احمد عز فين؟ في السجن. صفوت فين؟ في السجن. خلاص مش رجوله ولا شهامه ولا فروسيه انك تعمل راجل على ناس دلوقتي محبوسين. عشان كده بقول شوف احمد عز كنت بكلمه ازاي. بتمنى ليه محاكمه عادله. وكل المحبوسين دلوقتي محاكمه عادله، لان انا لو قلت لخصومي محاكمه غير عادله انا ممكن اتحاكم. انا اتحاكمت في سيد دفعه محاكمه غير عادله. الاستاذ مستشار منير فخري عبد النور وزير سياحه الثوره، واخد بالك، جايب مستشار وكان بياخد تعليمات من وزير العدل ده 3 سنين، وهو مش دايرته مش اختصاصه. فانا بقول اهو قدام مصر كلها بتشهد قبل 25 يناير بشهر وشويه. خلاص يعني اذا يا جماعه انا ليا راي اهو بقول وما خفتش من النظام. لما تيجي دلوقتي تقول ايه اصل مرتضى كان عايز يقتل الولاد اللي في ميدان التحرير. طيب انا ليا بطل عبث. في حديث ليك عن الثوار في ميدان مصطفى محمود. تمام. هذيعه ولكن بعد فاصل اخير. نروح لفاصل